النائب المحترم أستاذ عصام سلطان. عصام سلطان. يعني سيدي الرئيس، تمخض هذا المشهد لينتج أمرين صادرين عن السلطة التنفيذية من أول المجلس العسكري زي ما قال الزميل حسين مرورا بالحكومة، وهو أننا بصدد مخالفة صارخة للقانون. 2، أننا بصدد اعتداء صارخ على القضاء. أما ما يتصل بالقانون فلأول مرة في تاريخ مصر، ولم تحدث في عصر حتى حسني مبارك، لأول مرة يصدر قانون عن مجلس شعب، أول مرة في تاريخ مصر كلها مجلس شعب منتخب انتخابا حرا بدون تزوير، يصدر قانون ويداس بالأقدام من لجنة إدارية. لجنة إدارية مش عاجبها القانون اديته أجازة وقالت القانون في أجازة. زمان لما أحد محافظي القاهرة من 40 سنة قال القانون في أجازة، الدنيا اتشالت واتهبدت. محافظ قال القانون في أجازة ساعتها عشان التموين أو العيش أو حاجة زي كده. النهاردة نحن بصدد لجنة إدارية تدوس القانون بالأقدام، قانون صادر عن إرادة حرة بانتخابات حرة بمجلس محترم، ولم تنتظر حكم المحكمة الدستورية. ده كلام مهم جدا لازم نبدأ بيه. النقطة الثانية أننا بصدد اعتداء على صرح القضاء. اعتداء ازاي؟ هقول لك ازاي. النهاردة ادي المصري اليوم بتاعت امبارح، ادي المستشار محمد شكري القاضي المحترم الذي رفض تدخل السلطة التنفيذية وتنحى عن نظر دعوى تهريب الامريكان. بيقول ايه المستشار محمد شكري؟ بيقول التحقيقات مع عبد المعز انتهت ولا اعلم سبب تأجيل القرار. اللي اتكلمنا عليه يوم الثلاث اللي فات في المجلس ده وقلنا ان قاضي التحقيق المنوط به التحقيق مع المستشار عبد المعز المستشار رضا شوكت انتهى من تقريره وسلمه لوزير العدل، ووعدنا يوم الثلاثاء الماضي ان وزير العدل سيحضر جلسة اليوم. وزير العدل ما جاش، ووزير الاعلام، انا اتكلم الاول على وزير العدل عشان يقول لنا هو المستشار محمد شكري ده مش من السلطة القضائية؟ هو الراجل ده مش رئيس محكمة جنايات ومن كبار قضاة مصر المحترمين؟ هو قضاة موقعة الجمل اللي بيتشتموا كل جلسة بيتحضر لهم البلطجية بره القاعة وبيتشتموا بأخزع الشتائم، هم دول مش قضاة مصر؟ هم دول مش سلطة قضائية ينبغي احترامها وعدم الاعتداء على احكامها واحترام قراراتها الصادرة بالقبض على بعض المتهمين الذين حاطتهم الشرطة لتحميهم لا لتقبض عليهم؟ الشرطة حاطت احد المتهمين في المهندسين قعدت كذا يوم عشان تحميه مش عشان تقبض عليه. السلطة التنفيذية عارفة كويس قوي ازاي تقبض عليه وان دي حالة تلبس، ولو ما كانتش حالة تلبس تتقدم لمجلس القضاء الاعلى بطلب الاذن بتفتيش بيت احد القضاة. ومع هذا لم يفعل احد شيئا ولا يعلم احد هل هذا المتهم ما زال في مصر ام انه غادر مصر. مرتضى منصور طبعا، امال هيبقى مين؟ بس احنا مش عايزين نشخصن المجلس، احنا عايزين نتكلم على مبادئ محددة. يقولوا لنا عدم التعقيب على الاحكام القضائية بدعة، لا يوجد شيء في القانون اسمه عدم التعقيب على الاحكام القضائية. مين اللي قال كده؟ انما تصدر الاحكام للتعقيب عليها عشان نشعر بالعدل او بالظلم، عشان نقول احنا في بلد عادلة فيها قضاء عادل او فيها ظلم. لم يقل احد، لا يوجد نص في القانون يحظر التعقيب على الاحكام القضائية. الحظر لا يكون الا بنص ولا يوجد نص. النقطة الثانية يا سعادة الرئيس ان احنا عندنا احد كبار الصحفيين المحترمين تقدم الاسبوع اللي فات بطلب الى النائب العام لسماع شهادته، وتقدم ايضا بطلب الى وزير العدل علشان يسمع شهادته امام قضاة التحقيق في قضية موقعة الجمل. هذا الصحفي اسمه الاستاذ علي السيسي مدير تحرير المصري اليوم، شهد
نقلا عن مدير مكتب أحمد شفيق رئيس وزراء مصر آنذاك أيام موقعة الجمل يوم 31 يناير، شهد بأن اجتماعا انتهى منذ قليل في مكتب أحمد شفيق، وأنه قد تقرر النزول إلى ميدان التحرير عشان مواجهة اللي موجودين في ميدان التحرير. لم يتحرك وزير العدل. طب يتحرك ازاي؟ في قرار اتهام في موقعة الجمل مكون من عدة بنود، في البند الأخير خامسا بيقول تنسخ صورة من الأوراق للتحقيق في الوقائع المرتبطة. دي واقعة مرتبطة يجب أن يحقق فيها. النهاردة احنا بصدد تفرقة في القضايا. الأدلة، لا في أدلة يا أستاذ حسين، في أدلة في كل القضايا ولا زالت الأدلة موجودة الآن، بس بعض القضاة لما بيبحثوا ورا الأدلة يا سيادة الرئيس، قضاة موقعة الجمل وأشهرهم قاضيين تحقيق، المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد. لما المستشار السبروت قال أنا هبعت أجيب أحمد شفيق ومحمود وجدي، عربيته اتدشدشت قدام وزارة العدل مساء، والمستشار حامد راشد اتنقل فورا للمنصورة، لأن هناك مناطق لا يجوز الاقتراب منها. انت تلعب في المساحة دي بس ما تقربش من المساحة دي. الأدلة موجودة وقضاة مصر موجودون ويستطيعون. يستطيع قضاة مصر أن يحكموا بالعدل في كل وقت وحين، ويستطيعوا أن يحققوا القضية بأنفسهم. وقانون الإجراءات الجنائية أعطاهم أن ينتدب أحد من أعضاء الدائرة لتحقيق واقعة بعينها. بناء عليه أنني سأتقدم هذا الأسبوع بمشروع قانون لمحكمة خاصة ملهاش دعوة بالخارج والتدخل الأجنبي والكلام ده، ماليش دعوة بيه خالص. محكمة خاصة من حقنا، وقد وقعت مصر على اتفاقية العهد الدولي وصدقت عليها ونشرت بالجريدة الرسمية في سنة 1982 في الفقرة الثانية من المادة 15. من حقنا أن ننشئ محكمة خاصة برئاسة أحد القضاة، وليكن رئيس محكمة النقض، وليكن رئيس استئناف اسكندرية، المنصورة، غيره، وليكن أحد القضاة الذين تركوا الخدمة، المستشار أحمد مكي، المستشار الغرياني، أي من هؤلاء المستشارين الذين نفخر بهم في كل مكان يرأسوا هذه المحكمة، وتعاد الإجراءات كلها مرة واحدة، ويحقق في القضية ويقدم المتهمون الحقيقيون. لأننا سيد الرئيس لا يمكن أبدا أن نظل هنا في مجلس الشعب بمعزل عما يحدث تحت زعم أنه لا يجوز التدخل في السلطة القضائية. آخر حاجة سعادة الرئيس، أنني أطلب من المجلس الموقر تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة فورا داخل ديوان وزارة العدل. احنا عايزين نعرف بيحصل ايه جوه الوزارة، احنا مش فاهمين حاجة. نقول للوزير يجي ما بيجيش، نقول له رد علينا ما بيردش. المرة الوحيدة اللي جه رد قال له انا مالي. طب ما النائب العام برضه ممكن يصدر قرار، انت ما اصدرتش ليه؟ ما بيردش ما بيجيش. وعدنا من قبل السيد الوزير الفاضل الجالس معنا اليوم الاسبوع اللي فات انه جاي النهارده، ما جاش. خلاص نروح له احنا، شكرا، نفتش احنا على اللي بيحصل. شكرا. تفضل سيادة الوزير. بسم الله، فاتحة كل خير. بداية تحية إجلال وتقدير لشهداء ثورتنا المجيدة، فلولاهم ما كنا جميعا وما كنت أنا أقف بين أيديكم اليوم. تحية إجلال وتقدير لهذا المجلس العظيم الذي جعل مصر تتحدث وهي ترتدي ثوبا جديدا قوامه الحرية والعدالة والمساواة. سيد الرئيس، أنا أحيي هذا المجلس وبصفة خاصة لأنه يربأ بنفسه دائما أن يتدخل في أعمال السلطة القضائية. سيد الرئيس، السادة الأعضاء، تعلمون جميعا وعلمكم أسبق من علمي أن الحكم في قضية هو فصل في منازعة، فصل بين طرفين، ودائما وأبدا والقاضي عندما يفصل يحدوه دائما تحقيق العدل، يتجه يتوافق مع مصلحة
طرف ضد طرف. الحكم الذي صدر ليس حكما باتا، هنالك فصل آخر فيه، ولا يجوز التعليق على هذا الحكم إلا بعدما يصير باتا. النيابة العامة سوف تطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض، وعندها يكون لكل حادث حديث. هذا أمر. الأمر الآخر فيما يتعلق بما طلب يوم الثلاثاء الماضي، معلش يا سعادة النائب، أنا وأنا خارج معاه قال لي يا ترى هتديني مهلة وتقول لي الوزير جاي إمتى ولا لا؟ قلت له بمشيئة الله. وعندما أرسلنا الخطاب إلى السيد وزير العدل خيرناه بين أيام الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء لكي أحقق وعدي مع سعادة النائب. أما فيما يتعلق بوزير الإعلام فإنني أقول أن المؤمنين عند شروطهم. لقد تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري، والكل قد قال أن الصحافة مستقلة ولا رقابة عليها، ولا تفرض عليها رقابة إلا إن كانت هنالك حالة طوارئ. الصحافة وما يقال فيها الرد عليها يكون داخل الصحف أيضا. شكرا. سيادة الوزير، السيد الوزير، خلاص احنا حتى نستأنف الموضوع. السيد الوزير، نحن نعلم أن الصحافة ليست مسؤولية وزير الإعلام، ولكن تلفزيون الدولة مسؤولية وزير الإعلام. وحينما طلبنا وزير الإعلام ويطلبه مجلس الشعب لابد وأن يأتي إلى مجلس الشعب. سوف يأتي. أنا لم أقل أنه لن يأتي، إنما أردت أن أنوه أن الصحافة حرة بموجب الإعلان الدستوري الذي استفتينا عليه جميعا. شكرا. النائب المحترم دكتور عصام العريان. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. السادة الزملاء، حقيقة الأمر جايلك الدور أن الذي شهدناه بالأمس كانت الاستجابة الفورية المتوقعة من شعب مصر لمحاولة مستميتة منذ اندلعت ثورة 25 يناير. أطرافها معروفون. شعب يريد أن يبني نظاما جديدا على أنقاض نظام قديم، وحكومات متتالية، وسلطة تنفيذية مسيطرة، وأجهزة سيادية تعمل بدأب في المخابرات العامة على إجهاض هذه المحاولة. الطرف الثالث الذي يتصور أنه قادر على إعادة إنتاج النظام القديم معروف، وأصابعه واضحة بالذات في الأيام الأخيرة، ولكنه نسي أن الله له بالمرصاد، وأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله عز وجل الذي رعى هذه الثورة ونفخ فيها من روحه ونفخ في الشعب من روحه أراد لنا أن نحيا حياة حرة كريمة. وكنت أتوقع من السيد الرئيس أن يقص علينا المحاولات المستميتة التي أرادت أن تنتزع من مجلسكم الموقر مد حالة طوارئ جديدة ولو لأيام، أو إصدار تشريع استثنائي يبيح إعادة الإهانة إلى المصريين من جديد. ولكن وأنتظر منه أيضا رفض هذا المجلس ورفض رئيسه كل هذه المحاولات، من أعلى سلطة في الدولة إلى وزير الداخلية إلى غيره، إلى الإعلام الذي حاول أن يسوق أن البلد ستنهار. أيها السادة الزملاء، محاولات إعادة إنتاج النظام القديم مستمرة ولن تتوقف حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، وسنواجهها، ونحن سنظل أوفياء كنواب لهذا الشعب، لضمير هذا الشعب الذي كانت استجابته الفورية بالأمس من الإسكندرية إلى أسوان ومن رفح إلى مطروح استجابة تقول أن روح الثورة قائمة ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها كاملة. انتهت حالة الطوارئ ولن تعود إلا إذا كان هناك دستور ونصوص حقيقية تجعل المدد محدودة في حالات الحروب والأوبئة المعروفة وليس حالة مستمرة. وسيكون القضاء مستقلا، وستعاد المحاكمات إن شاء الله، ستعاد محاكمات
بعدالة ناجزة. عندما يريد هذا الشعب يجب أن يخضع كل مسؤول لإرادة الشعب، ونحن نمثل روح هذا الشعب. سنحقق أهداف الثورة كاملة رغم كل القوى التي تريد أن تعرقل هذه المحاولات في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والاستقلال التام من القضاء والحياة الحرة الكريمة لكل مواطن والانتخابات الحرة النزيهة التي تضمن تداول السلطة. لقد رصدنا، وكنت أتمنى أن يكون تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بين أيدينا، حالات التزوير الناعم والتزوير غير الناعم والتلاعب بإرادة الناخبين، ولكن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل لتكون بإذن الله إرادة الشعب هي العليا لأنها من إرادة الله سبحانه وتعالى، وتكون كلمة الشعب هي العليا لأنها من كلمة الله سبحانه وتعالى. أقول لكل من يريد التلاعب والعودة إلى الوراء: لن نعود إلى الوراء، ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء أبدا، وسنبذل من أرواحنا ودمائنا مزيد من الشهداء لنحيا كراما في بلد حر كريم. وشكرا سترا. النائب المحترم حلم السيد مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الزملاء، السلام عليكم ورحمة